زيكم لو انا خلاص مجموع قليل وحتى ما بقاش ينفع اخش الكليه اللي انا كنت حاببها او البديل ليها. في الحاله دي هختار على اساس سوق العمل محتاج ايه، وخليني ااكد ان كل الكليات مطلوبه في سوق العمل، والعبره في الاخر للشخص اللي بيعرف يكون مميز في الحاجه اللي هو دخل فيها. دي حاجه حابب ااكد عليها كل شويه، ان الاهم من سوق العمل انك تبقى مميز ومختلف عن اي حد تاني في الكليه اللي انت دخلتها او في المجال اللي انت عايز تستمر فيه. تعالوا بقى اقول لكم على 6 اقتراحات ل6 كليات من شعبة ادبي وشعبة علمي، وانتوا يعني الكليات دي بتاخد من شعبة ادبي ومن شعبة علمي وانتوا اختاروا منها. اول حاجة وهي كلية الاداب. كلية الاداب بتقبل من شعبة ادبي وعلمي، ومجموعها يعني بيتراوح من 50 لحد 60% فيما فوق بقى. والكلية فيها أقسام كتير جدا زي قسم العربي وقسم علم النفس، وأقسام اللغات كلها إنجليزي عربي ألماني فرنش، كل اللغات. وفي آداب لغة عبرية، آداب لغات شرقية، في كذا لغة في كلية الآداب. في قسم جغرافيا، ده اللي بشوفه يعني أنا من أحسن الأقسام، اللي هو أنت ممكن تبقى من خلاله مهندس مساحة. وطبعا قسم اعلام. في قسم مسرح اللي من خلاله تقدر ان انت تتقن اداب المسرح وفنون التمثيل والحاجات دي كلها، لو حد يعني غاوي الحاجات دي. لو حبيت بقى تشتغل في مدار التدريس من خلال كلية الآداب وتنافس بقى رضا الفاروق وكل مدرسين ثانوية عامة اللي على الساحة دي، فبتدرس دبلومة تربوية. بعد ما بتخلص ال4 سنين بتاخد سنة دبلومة تربوية، وبعديها على طول تقدر ان انت تشتغل في مجال التدريس وتدي في سناتر وتلم فلوس حلوة. عايز اقول لكم ان المدرسين بيتعبوا جدا، واي نعم ماشي هما بيكسبوا، بس بيبقى موسم واحد في السنه طول الموسم اللي هو بتاع الدراسه، وطبعا في الاجازه بتاعت الصيف بيبقوا قاعدين ما بيعملوش حاجه. غير كده ان شغلانه فيها جهد، وانك تقعد تشرح بال3 ساعات متواصله في مكان ومكان تاني، وكل شويه تتنقل من مكان لتاني، فدي مش سهله. فما نبصش لرزق حد، بس ده اللي عايز اوصله. تاني حاجة وهي كلية الاقتصاد المنزلي. الكلية طبعا 4 سنين، وتقدر من خلالها ان انت يبقى عندك خبرة في مجال التغذية، وتبقى اخصائي تغذية، تدي وصفات دايت، او اي حد عايز يعمل جسم يعني الشيب بتاع الجسم بتاعه يغيره، وتقدر ان انت تديله وصفات اكل، وتقدر ان انت تفتح جيم، او تقدر ان انت تبقى فيديو كرياتور وتقدم محتوى عن النظام الغذائي. زي ناس كتير عامله محتوى على السوشيال ميديا بتعرف الناس ازاي يخسوا، ازاي يبنوا عضلات ويحسنوا من شكل جسمهم. فبرضو الكلية يعني دي كويسة في الحتة دي. لو في طالب علمي كان مثلا نفسه يخش علاج طبيعي ويدرس مجال التغذية فما جابش مجموعها، يقدر يخش الكلية دي. وتالت كلية معانا بعد اقتصاد منزلي وهي كلية التربية، ودي بتطلع منها مدرس على طول من غير الدبلومة التربوية. وبرضو النظام فيها 4 سنين، وفيها نظام انتساب ونظام انتظام. انتساب بتنزل الجامعة على الامتحانات بس، انتظام انت بتحضر الجدول بتاعك بتاع المحاضرات وبتنزل الجامعة بتشوف المحاضرات هناك وكل حاجة. طبعا فيها اقسام رياضة، انجليزي، دراسات، عربي، علوم. تقدر تخش القسم التنسيق الداخلي بتاعه هيناسب مع درجاتك ومجموع اللغات بتاعتك ودرجاتك في المادة، لان هما بيبقى ليهم شروط. لو حابين نعمل فيديو عن الشروط لوحده ممكن نبقى نتكلم عنها. كلية التربية من الكليات اللي هتستفادوا منها جدا في حياتكم، وهتفرق في شخصيتكم جامد، بالذات ان انتوا تتعاملوا مع اطفال او مراهقين. يعني حتى بعدين لما تكبروا وتجيبوا اولاد ويكبروا هتبقوا فاهمين ازاي تتعاملوا معاهم. غير كده بيبقى في شغل عملي في الكلية، وتنزلوا مدارس وتبدأوا ان انتوا تتدربوا على الشرح وان انتوا ازاي تتعاملوا مع طلبة في قلب المدارس. ودي حاجة كويسة جدا لانها يعتبر بتديكم خبرة عشان لما تتخرجوا تتعاملوا في مدارس ومع اطفال ودوشة وكده، تبقوا عارفين ازاي تسيطروا على الموضوع وازاي تعرفوا تشرحوا قدام عدد كبير. وبعد كده عندنا كلية الحقوق، ودي طبعا فيها نظام انتساب وانتظام برضو زي ما شرحنا قبل كده. والكلية دي اقل حاجة فيها ان انت تبقى محامي، ولو اجتهدت شوية ممكن تبقى وكيل نيابة.
وده غير طبعا ان انت هتستفيد من دراسة القانون، واي حد عنده سؤال في مسألة قانونية او اي حاجة واقفة قدامه هيجي يسألك انت. خامس حاجة كلية التجارة، ودي مطلوبة في سوق العمل من اول الكاشير اللي بيقف قصاد المطعم كده لحد مدير بنك CIB. يعني مفيش حد في اي مكان بيشتغل فيه ما بيبقاش حاصل على كلية تجارة. دور في اي شركة، في اي مول تجاري، اي حتة لازم يبقى فيها حد خريج تجارة. هتستفيد منها في ازاي تبني بيزنس لنفسك او تعمل مشروع لنفسك. سادس كلية معانا واخر حاجة هي كلية السياحة والفنادق، وحرفيا دي من الكليات اللي هي للمستقبل كده على طول، لانك هتقدر من خلال الكلية دي انك يبقى معاك لغة واتنين مش بس لغة واحدة. تقدر ان انت تشتغل مرشد سياحي او مدير فندق او تشتغل حتى في فندق محترم، مش لازم تبقى مدير فيه. تشتغل في الريسبشن او في ريسبشن مطار. طول ما معاك لغات وانت فاهم في السياحة هتقدر تشتغل في مجال السياحة باي طريقة، حتى لو هتبني مشروع لنفسك لو انت بتحب مجال الفنادق ومجال السياحة. وكده حاولت اجمع لكم الكليات اللي ما بين 50% لحد 60%، وتابعوا الفيديوهات اللي جايه يمكن فيها حاجه تفيدكم او تساعدكم في اختيار الكليه بتاعتكم. لو في سؤال او اي حاجه عايزين تستفسروا عنها سيبوها في الكومنتات وانا هحاول ارد عليها في اسرع وقت.